كان بيستخدم الخزانة ديت أو الصندوق ده. العميل أو المفوض عنه كان بيجي يحط الفلوس أو الشيكات في ظرف مخصوص ويكتب عليه اسمه ورقم. الظرف اللي يتحط في الفتحة بيمر عبر اسطوانة داخل الجدار وبيوصل مباشرة لخزانة داخل قبو في البنك، ولا حد يشوفه ولا حد يلمسه ولا مخاطرة. بعض الأنظمة كان ليها مفاتيح مزدوجة، يعني نسخة مع البنك نسخة مع العميل لأعلى درجة أمان. ونروح بقى لشارع محمد فريد، امتداد شارع عماد الدين، شارع جمع بين الفن والتجارة والبنوك. هنا في المقر القديم لبنك مصر برضو لسه موجود خزانة ليلية لبنك مصر،